تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببنزنطيس من توقيف شخص يمارس طقوس السحر والشعوذة. العملية جاءت على إثر معلومات مفادها قيام أحد الأشخاص بممارسة هذه الطقوس على مستوى منزله العائلي. بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية، تم تفتيش منزل المشتبه فيه، أين تم العثور على مستلزمات تستعمل لهذا الغرض، وتتمثل في طلاسم وأحراز، صور فوتوغرافية، خواتم معدنية، أقفال بمفاتيح، خليط من السوائل والأعشاب ومواد أخرى. بعد الانتهاء من التحقيق سيتم تحرير ملف قضائي ويرسل إلى السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة مزونة. ويبقى الرقم الأخضر 1055 وموقع الشكوى المسبقة ppgn.mdn.dz تحت تصرف المواطنين.